بقطعة فرخة مسلوقة فقط لا غير. عملت غدا لأسرتي كلها، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ألذ وأحلى صينية لسان عصفور مع الخضار وقطعة الفراخ، سواء محمرة أو مسلوقة أو مشوية، فضل عندك من أكل امبارح. هتعملي صينية محترمة غدا، مش هتعملي حاجه جنبها غير شويه سلطه خضراء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم بلغنا رمضان. بعد الفاصل على طول نتابع العظمه واللذه والطعامه والجمال ده بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اكلتنا لذيذه مشبعه مغذيه جدا جدا جدا، هتعجب ولادك قوي قوي بفضل الله. الحمد لله رب العالمين. يعني اللي ولادها ما بيحبوش الخضار، اتفرجي على الفيديو ده للاخر علشان تعملي نفس اللي انا عملته، علشان ولادك يقولك بسم الله ما شاء الله تسلم ايدك يا ماما. عندنا كوبايه مكعبات بطاطس صغيره، كوبايه مكعبات كوسه صغيره، نص كوبايه جزر مكعبات صغيره، نص كوبايه بسله، وقرن فلفل حار ده اختياري خالص نهائي يعني يعني انا اللي حطاه خلاص، وبصلايه متوسطه مفرومه، وفصين توم مفرومين خلاص، وكوبايه عصير طماطم، ومعلقه معجون طماطم، وكوبايه لسان عصفور، وقطعه يعني انا كان عندي حته فرخه مسلوقه فاضله، فما شاء الله تبارك الرحمن. يعني هنعمل فيها ايه؟ يعني مين هياكلها ومين لا؟ ف يعني انا اللي اخترعت الاكله دي، يعني مش اخترعتها، يعني انا اللي قصدي فكرت فيها بحيث ايه الفرخه تتقطع وتحط على كل الصينيه. قسما برب الكعبه رهيبه، اقتصاديه، غير مكلفه تماما تماما تماما. يعني من غير ما يكون عندك حته فرخه انت هاتيها واعمليها. عندك بقى حته فرخه مسلوقه مشويه محمره، اي حاجه، المهم هنشوف دلوقتي مع بعض بالظبط. التوابل بقى هنعرفها اثناء اعداد الوصفه. تابعوا الفيديو للاخر علشان تعرفوا كل حاجه هعملها ازاي وبالوقت وبكل حاجه، علشان تطلع من حضرتك زي العسل زي ايد حضرتك. تمام، انا كده قلت كل حاجه، ما فاضلش حاجه خلاص كده. وكوبايه ونص شوربه، لو عندك شوربه، ما عندكيش يبقى كوبايه ونص ماء مغلي. طب انت عايزه تكتري يعني الكميه دي ضعفي، يعني انا هنا برضو مزودها، لكن انا اللي بقول لكم الكميات دي علشان اللي عايزه تعمل اقل كميه منها، فانا مدياكم البيزك يعني الاساس بتاع الوصفه. يلا بينا على البوتاجاز، يلا بينا نتقابل عند البوتاجاز. يلا بقى بينا نبدا. انا قطعت كل الخضار وعملت الطماطم وعملت كل حاجه وبعدين دخلت المطبخ على البوتاجاز. طاسه هتسخن على النار، ونحط معلقه زبده او معلقه زيت. انا قسمت المعلقه على نصين، نص معلقه زبده ونص معلقه زيت خلاص. اول ما يسخنوا هنقوم ايه الزبده يعني تسيح وكده ويسخنوا، هنقوم حاطين لسان العصفور بتاعنا. يا اما قلنا كوبايه فيما يعادل 150 جرام. انا حطيت ربع كيلو، اللي هو المج اللي قدام حضراتكم ده. هياخد لون ذهبي فقط. بصوا يا جماعه، انا بحب احمرها سنه زياده، لكن اللي ما يحبهاش متحمره قوي مش قوي يعني ما تتحرقش خلاص. خليها بس ايه فاتحه، لان لسه هتخش الفرن خلاص. تمام كده، يبقى اول ما تبقى لون ذهبي هنشيلها من الطاسه، وكل شغلنا هيبقى في الطاسه. اوكي، على نار متوسطه هنقلب بقى فيها لحد ما تاخد لون ذهبي جميل. وانا بحب جدا لسان عصفور بالذات وهو بيتحمر، بحب ارش عليه رشه فلفل اسمر بسيطه، رشه بسيطه. اهي بقى اخدت لون ذهبي. عايزه افتح من كده انت حره، انا بحبها كده. هخرجها بقى بره الطاسه وارجع بنفس الطاسه. رجعنا بنفس الطاسه، هنحط بقى ايه معلقه زيت كمان او زبده عشان الخضار. تمام، يا معلقه يا معلقه خلاص كده. وانزل بقى بالبصل اللي احنا فرمناها زي ما حضراتكم شايفين، تدبل تبقى شفافه فقط لا غير، ما تتحمرش. وبعدين هننزل بفصين الثوم اللي انا هرستهم 30 ثانيه يا دوبك تشم ريحته. وبعدين ننزل بالجزر، نص كوبايه الجزر، والبسله. دول يا جماعه عشان حاجات صلبه، عشان خضار صلب، فننزل بيهم الاول دقيقتين 3، نقلب دقيقتين 3 يتشوحوا، وبعدين ننزل بحاجه برضو من الخضار الفاضل. يعني دول دقيقتين 3 اهو مع البصل والثوم، بسله والجزر. اوكي، بصوا يا جماعه، نسيت الفلفل، كان المفروض احطه مع البصل يتشوح، بس ما جراش حاجه، اقطعه صغنن كده، مش هقطعه كله
يعني حته منه ما يجراش حاجه. بس بصراحه الاكل مبقاش حلو غير ما يبقى فيه حته فلفل. تمام، حته صغيره كده. انا نسيته خالص عشان ما قطعتوش، اللي قطعته فاكراه. اوكي، حتى نص، مش هعمل كله بيكون حراق. بس خلاص، نص دقيقه بقى كده، واحط اللي بعد كده يكون الفلفل كمان دبل. خلاص بقى ننزل بالبطاطس بتاعتنا. شطفتها من الميه يعني كل ما تبقى متعكره لحد ما تبقى شفافه، وصفيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. دي حوالي كوبايه، انا قلت لكم انا مزوده. هنقلب برضو البطاطس مع البسله مع الجزر دقيقتين 3. دقيقتين 3 لحد ما البطاطس تاخد لون بسيط. دقيقتين 3 لحد ما البطاطس تاخد لون بسيط. تمام، خلاص فاتوا ال3 دقايق. هنحط بقى، ننزل بالكوسه اخر حاجه، ونقلب يعني دقيقه ونص. تدبل بسيط، عايزين الكوسه تدبل بس بسيط. خلاص شوحناها دقيقه واحده بس، تشويح خفيف فقط لا غير. خلاص بقى هنحط بقى عصير الطماطم ومعجون الطماطم اللي قلت لكم عليه في مكونات الوصفه في اول الفيديو. هنتبلها بقى. حطي الملح حسب الرغبه بتاعتك، قليل كتير براحتك، يعني اقل حاجه نص معلقه صغيره. تمام، ونص معلقه صغيره فلفل اسمر، وربع معلقه صغيره كمون، ونص معلقه صغيره بابريكا. واللي جايه دي المفروض اختياري، لكن بعد ما تشم ريحتها وطعمها قلبت الدنيا. رشه بسيطه من القرفه، رشه قرفه. هي اختياري بس هي بتدي نكهه حلوه قوي. اول ما حطيتها قسما بالله خرج اقول لي ايه الريحه الجميله دي. تمام، غطيها بقى 5 ل7 دقايق على نار هاديه. 5 ل7 دقايق على نار هاديه. وبعدين خلاص بقى 7 دقايق اتسبكت شويه، هنطفي عليها بقى ويلا بينا نجهز الصينيه بتاعتنا ونشوف هنرصها ازاي وهنعمل ايه. وبعدين هتجيبي صينيه، اي صينيه عندك بقى، بايركس، الومنيوم، اي حاجه. ادهني القاع بتاعها كده والجوانب دهنه بسيطه زيت، وهنجيب نص لسان العصفور اللي احنا حمرناه هنفرشه في القاع. خلاص، ونقوم جايبين الخضار بتاعنا الجميل اللذيذ الطعم ده اللي ريحته تجنن، ونحطه على نص لسان العصفور الاولاني. انا هنا كان عندي قطعه فرخه، قطع حلوه. تمام، لكن بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن مش هتقضينا كلنا، فروحت منسراها كده طبعا مشويه، محمره، مسلوقه، اي حاجه، لكن ما تبقاش نيه، يعني ما تبقاش نيه. طب افرضي ما عندكيش وانت عايز تعملي الصينيه دي، هاتي صدر فرخه، يا اما تسلقيه يا اما تشوحيه بحته زبده برضه تبقى طعمه وجميله، ما يجراش حاجه. خلاص، وتحطيه. وبعدين النص التاني بقى من لسان العصفور. هنا بقى دي طماطم تبقى جامده شويه، اقطعها حلقات احطها على الوش، بس تبقى يعني ماسكه نفسها، ما تبقاش طريه. خلاص، هنحط عليها ايه؟ هحط عليها شويه زيت وملح وفلفل وزعتر وبابريكا. ليه؟ علشان ما تبقاش يعني ملهاش طعم فوق الصينيه كلها متبله وجميله، فدي تبقى كمان روعه الروعه. خلاص، تبلتها بقى بشويه زيت وملح وفلفل وزعتر وبابريكا. وبعدين هنرص بقى الطماطم بتاعتنا المتبله تتبيله جميله. كل ده يا جماعه بيفرق في الطعم والريحه. وهنجيب بقى شويه شوربه زي ما قلت لحضراتكم. المقادير اللي انا قلتها يتحط عليها كوبايه ونص شوربه سخنه، كوبايه ونص شوربه او ماء مغلي. خلاص كده نحطها، ما نغرقهاش. هي المقادير دي هتسويها، وهنغطيها بورق زبده ورق فويل، وده هو اللي هيعمل بخار اللي هيسويها. مش كده، ما تزوديش شوربه قوي او ميه مغلي. الفرن بقى 180 درجه، الرف اللي في النص نغطيها بورق زبده وعليه ورق فويل 30 دقيقة. بعدين تشيلي ورق الزبدة ورق الفويل، تسيبيها 10 دقايق، ربع ساعة، لحد ما وشها يتحمر. عايزة في هذه الأثناء بعد ما تشيلي ورق الزبدة ورق الفويل تحطي جبنة رومي مبشورة أو موتزاريلا
براحتك. دي طبعا بتزودها قيمة غذائية، لكن هي كده عظمة العظمة، مفيهاش اي حاجة. خلاص هنخرجها بقى وتبقى بألف هنا وشفا، رهيبة وريحتها تجنن واقتصادية وطعمة، وولادك هيموتوا فيها، وريحتها هتجيب اخر، مش اخر البيت، اخر الشارع بإذن الله. ان شاء الله اعمليها، ولادك هيحبوها قوي 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 وهتعجبهم. طب افرضي شلتي ورق الزبده وشفتي حته خضار لقيتيها لسه يعني فاضل سنه، معلقه شوربه بسيطه كده سخنه او ميه مغليه وحطيها. خلاص كده كان هي باذن الله ان شاء الله هتستوي بالمقادير اللي قلت لك عليها. يا رب تكون عجبتكم الوصفه. لو عجبتكم ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد لما بلغنا رمضان. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه ثانيه جديده من وصفات قناه هنموت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.